كيف انا اعمل اكشن بلان 90 يوم من العمل المستمر، خطة مجانية. تعالوا نشوف هذه اكشن بلان. الخطة بتاعتكم صوروها، خطة جميلة ظريفة اسمها خطة ال90 يوم. البداية بتاعتك من هنا، البداية بتاعتك من هنا. ونحن بنتكلم على الكيس ستادي بتاعتنا اللي هو الباشمهندس المدني ابو 95 نقطة. حيبدأ من هنا نشاطين، النشاط الاول والنشاط الثاني، الاثنين حيبدأوا في نفس التاريخ. كويس. حيبدأ يشتغل الاسسمنت بتاعته اللي هي سي بي ام مع فيت اسس، وحيبدأ يحضر لاختبار بي تي اي، وينتهي بالنتيجة بتاعته، يعني يحصل على الريزلت بتاعته ان شاء الله في مدة اقصاها 90 يوم. في مدة اقصاها كم؟ 90 يوم. يعني بنهاية ال 90 يوم دي يكون عنده اوت كم ليتر، ويكون امتحن بي تي اي وحصل على الدرجة المطلوبة. طيب في اللحظة دي يعمل شنو؟ يعمل سبميت للاي او ايز. طب والسي سي ال يا كوتش ما تستعجل عليه، واحدة واحدة. هنعمل هنا سبميت. طب مع كده الخمسة نقاط بتاعته حتكون ناقصة، تعمل سبميت للاي او اي، لانه رزقك ما معروف. في ناس كتار انا بعرفهم لسه قبل ما يمتحنوا السي سي ال جاتهم دعوات، وبالتالي انت ممكن ما تحتاج تمتحن سي سي ال. تخيل. عشان كده نحن اول ما بنحصل على الاوتكم ليتر والانجليزي ونكون محققين الشروط طوالي، ومحققين المينيمم اللي هو 65 نقطة طوالي، بنعمل اي او اي. قدمنا اي او ايز، بعد كده ما جاتك دعوة في خلال ال 30 يوم القادمة تمتحن سي سي ال. باصيت تجي ترجع لي الاي او ايز وتعمل ابديت، طوالي بتزيد لك 5 نقاط. وصلت يا شباب؟ طيب، مهم جدا اننا نعرف انه لو كانت في زوجة، الزوجة طوالي او لو كانت يعني كان في شريك اللي هو ممكن يكون الزوج، في حالة انه الزوجة هي المقدم الرئيسي، فحيحصل لها نفس الحكاية. هتدخل هي في الاسسمنت هنا، وهتدخل في البي تي اي برضه الخاص فيها. اوكي، يعني ده في حالة الازواج. وبرضه الكلام ده will be completed within 90 days. 90 days is a reasonable amount of time للناس الجادين الخاتين الموضوع في راسهم. شفتوا كيف؟ والورقهم جاهز. طبعا اتفهم انه ممكن يعني يكون في صعوبة في الوقت الحالي، انه بعض الناس تستخرج اوراق من السودان تحديدا نسبة يعني للظروف بتاعت البلد.